السلام عليكم. تصريح خطير من المعلق الجزائري حفيظ الدراجي بعد فوز المنتخب المغربي على نيجيريا والتأهل لنهائي كأس إفريقيا. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، إذا كنت فخور بالمنتخب المغربي يرجى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وكتابة تحيا المغرب في التعليقات، ولا تنسوا تعطير فمكم بالصلاة على رسولنا الكريم. انتهت مباراة المنتخب المغربي بفوزه على منتخب نيجيريا في ركلات الترجيح والتأهل لنهائي كأس إفريقيا لمواجهة منتخب السنغال. وشهدت المباراة أداء عالميا من المنتخب المغربي الذي استطاع هزيمة أحد أقوى المنتخبات في البطولة، وهذا ما هز الإعلام والعالم وأصبح حديث القنوات العربية والعالمية، وأبرزهم القنوات الإعلامية الجزائرية، حيث صرح أسطورة التعليق حفيظ الدراجي لقناة الهداف الجزائرية وقال: أنا بصفتي جزائري كنت أتمنى أن يخسر المنتخب المغربي لأنه دائما يفوز بالتحكيم وبسبب فوز القجع، وأنا على يقين بأن المنتخب المغربي كان سيخسر من المنتخب الجزائري الذي كان سيتأهل إلى نصف النهائي لولا المؤامرة التي كانت ضدنا. وأنا متأكد أن هناك شيء غير طبيعي يحدث في هذه البطولة من جانب المنتخب المغربي، وكلنا نعلم أن المغرب يعمل المستحيل من أجل تلميع صورته في الإعلام، وأنا على يقين بأنه اشترى هذا الفوز اليوم للتباهي أمام العالم بالفوز على منتخب نيجيريا القوي والتأهل للنهائي، وهذا بسبب المؤامرة.